أنا مبسوط لقطر وسعيد بقطر كأنها بلدي مصر، فخور بالاستعدادات. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا محترمينا في كل مكان في فيديو جديد معانا النهاردة. صفحة كلنا قطر أعلنت إن شاء الله هيكون أفضل كأس عالم في التاريخ. ليه قالوا إن هو أفضل كأس عالم في التاريخ؟ إيه القصة وإيه الموضوع وإيه الحكاية؟ تعالوا بينا نشوف مع بعض. مبدئيا كده لازم تعرف وتركز جدا جدا، لازم تعرف إن قطر صرفت على تجهيزات كأس العالم بس 228 مليار دولار. أيوة زي كده بالظبط، مش ميزانية دولة ولا حاجة ولا دولتين، لأ دي ميزانية قارة بأكملها. ولكن لما نقف ونشوف محمد أبو تريكة وهو بيتكلم عن الدولة وعن التجهيزات بحاجة ما سبقتش عصرها قبل كده. يعني ايه الموضوع وايه القصة ان محمد أبو تريكة يطلع يعلن ان احنا بنعمل عظمة في دولة عربية ودولة إسلامية؟ ايه اللي جاب موضوع الإسلامية في الموضوع ده بالظبط؟ اللي قالوه الناس اللي راحت والمشجعين اللي راحت وشافت المكان. دولة قطر عملت في كل حتة أذكار وأحاديث وآيات قرآنية. مش بس كده كمان، ده شالوا كل المؤذنين اللي عندهم وجابوا مؤذنين بأحلى وأجمل الأصوات. مش بس كده كمان، ده حتى الأذان وصل لغرفة اللعيبة ووصل للملعب نفسه. يعني كل الجماهير اللي قاعدة في الملاعب بتتفرج على مباريات كأس العالم سمع الأذان. كل حد ماشي في الشارع أو داخل غرف شايف استيكرات عليها أحاديث نبوية وعليها آيات من القرآن. دولة قطر بتعمل كأس عالم ما حصلش قبل كده، ده فعلا هم ليهم حق يقولوا إن هم إن شاء الله كأس عالم ما جاش زيه في التاريخ. يطلع محمد أبو تريكة يوجه كلام كتير جدا وجميل جدا عن قطر. إيه رأيكم؟ تعالوا نسمعه مع بعض. فحاجة كويسة، فاحنا عاوزين نظهر للعالم ان هناك دولة عربية إسلامية هتبهركم وهتقدم لكم بطولة إنسانيا في المقام الأول، وبعد كده تتفرجوا على دولة عربية بتحترم تقاليدها وعاداتها ودينها. احنا مش هنغير ديننا ولا هنغير عاداتنا ولا قوانين بلادنا عشان 28 يوم. انت اللي لازم تتأقلم علينا وتعرفنا عشان تعرف تتعامل معنا كويس. صحيح. من أجمل الكلمات اللي ممكن تسمعها من محمد أبو تريكة الخلوق المؤدب المحترم، إن إحنا مش هنغير مبادئنا وديننا علشان 28 يوم. 28 يوم اللي قطر جهزت فيها البلد كلها ب 228 مليار دولار. ليهم حق إن هم يعملوا كده. ليه؟ لأن هم بيوروا للعالم كله إن إحنا موجودين، بيوروا للعالم كله إن إحنا عندنا قيم ومبادئ وأخلاق ودين قبل كل شيء. سواء كنت قطري او غير قطري او كنت عربي، لازما جدا جدا تفتخر ان انت في دولة عربية اسمها قطر. احنا كلنا بنشكر قطر وربنا يوفقكم يا رب، ويبقى احسن كاس عالم حصلش قبل كده ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله.